السلام عليكم غزالات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم. نتمنى ان شاء الله كيف العاده تشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من لايك، كذلك تزوروني على الانستغرام، غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه ديال كيك بارد اولا كيك كلاصي كيجي رائع بواحد الجينواز اللي هي ناجحه، وكلاصاج الشوكولا اللي كيجي رائع. مكونات جد بسيطه، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم. ما تنسونيش من لايك كيف العاده، وندوزو على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله. هنايا غادي نوجد السيرو هو الاول باش نخليه يبرد. المهم غادي ناخذ واحد الكاسرونه ندير فيها كاس لاروب اولا نص كاس ديال السكر سنيده، غنزيد عليها ساشي ديال نيسكافي اولا معلقه كبيره ديال نيسكافي وكاس ديال الماء. صافي غنخلط هذا الشيء مع بعضياتهم ونخليه فوق البوطه حتى كيغلى لنا داك السيرو ديالنا وكيوجد. بالنسبه هنايا الكراميل اللي غادي نعمر به الكيك ديالي من الوسط، فغادي ندير فيه هنايا كاس ونص ديال السكر سنيده، غنديرو في واحد المقيله تكون شويه ثقيله وغنخليه حتى كيذوب كامل، يعني كنحركوه بمعلقه ديال الخشب من الاحسن، وكنخليه حتى كيذوب كامل وكيتكراميليزا. المهم هنايا ضفت عليه معلقه كبيره ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده ماشي مشكل، وكنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. هنايا غناخذ واحد الكاس غندير فيه معلقه حتى المعلقه ونص ديال النشا، وغنزيد عليها يا اما حليب يا اما الماء، ومن الاحسن يكونوا دافي، يعني الماء يكون دافي اولا الحليب باش هكا ما يتكتلش لكم السكر ديالكم، غير باش يسهل عليكم. الا بغيتو ديروه غير بارد ماشي مشكل، غديروه بارد ولكن تضيفوا كميه بكميه وانتم كتخلطوا حتى كيذوب داك السكر تماما وكيتعلق لينا هذاك الكراميل بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو. صافي هنا كنضيف داك الكاس كامل وكنخلي هذاك الكراميل يعني كيغلى مزيان باش ما كتبقاش فيه الريحه ديال النشا. هنايا من بعد ما وجد وعقاد شي شويه، صافي غادي نطفي عليه وغادي نخليه حتى يبرد مزيان باش غادي ندوز نوجد به العماره اللي غندير اولا الحشوه اللي غندير في وسط الكيكه. المهم هنايا الكراميل ديالي من بعد ما برد كيف ما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجي بهذا الشكل هذا. فايت درت معكم كراميل اخر الصراحه كنفضل هذاك، ولكن حتى هذا ما بيهش ديال الشوكولات اللي كيجي بنين بزاف صراحه. غنخلي لكم الوصفه ديالو حتى هو اولا الرابط ديالو في صندوق الوصف. هنايا غنبدا نمونطي في الكيك ديالي. هنايا الجينواز راه حطيتها لكم من قبل، حتى هي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. جينواز اللي هي سهله وبثلاثه البيضات فقط غادي تخرجوا واحد الجينواز اللي هي كبيره 2 طبقات. المهم هنايا غناخذ السيرو اللي وجدنا من قبل من بعد ما برد وغادي نسقي به هذاك الجينواز ديالنا مزيان، يعني كل ما كنتو سقيتوا الجينواز كل ما كتجيكم هكا طريه ورطبه ومعلكه. صافي هنا من بعد ما كنسقي الجينواز ديالي غادي ناخذ داك الكراميل اللي وجدت معاكم من قبل، غادي ناخذو هكا من بعد غنخلطوه واحد شي شويه حيت كيجمد واحد شويه. صافي وغنضيف عليه هنايا عندي الكركاع مهرمش، واحد الكميه ديال الكركاع مهرمش اولا اللوز اولا اللي كان متوفر. المهم هنايا باش تكون داك القرمشه وكيكون شي حاجه هكا من المكسرات في وسط الكيك. هنايا ضفت كذلك واحد شويه ديال اللوز وشويه خليته باش غنزين به الشوكولات من الفوق. من بعد ما كنخلط الكركاع واللوز بهذاك الكراميل كنديرو هكا من الوسط ديال داك الكيكه صافي، وكنحاول نمشيه من فوق منها يعني حتى كنقادو على داك الوجه ديال الكيكه كامل بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. كيجي هنايا داك المذاق ديال الكراميل مع داك اللوز والكركاع كيعطي واحد البنه واحد المذاق اللي هو زوين. كناخذ النص الثاني ديال الجينواز اللي حتى هي كنسقيها بداك السيرو مزيان حتى كتشرب داك السيرو كامل. من بعد غناخذها ونحطها من فوق داك الكراميل اللي درنا فيه كيف ما قلنا الكركاع وشويه ديال اللوز. صافي كنحاول نمرك عليها غير شي شويه بيديا باش هكا كتشد الفورمه ديالها تكون مقاده وتكون هكا يعني شاده في راسها. ومن بعد غناخذ هنايا الكريمه، اي نوع ديال الكريمه كتفضلوا، سواء غبره سواء كريم سائله بحال هادي. المهم كنحاول هكا نطلعها بالطراب وكنضيف لها واحد معلقه ونص ديال الكاكاو، يكون كاكاو من نوعيه جيده. صافي من بعد غادي نعاود نطرب حتى كتطلع ليا ديك الكريمه تماما وكتكون واقفه وشاده في راسها باش هكا كتجيكم ساهله في المونتاج وبالخدمه ديالها. كناخذ هنايا واحد الكميه منها وكنحاول نمونطي بها الكيكه من الفوق، يعني كندير واحد الكميه مهمه ديال الكريمه
من الفوق باش كتجينا واحد الطبقه باينه ديال لا كريم. هنايا راه كنقاده غير بواحد المعلقه، ومن بعد عاد نصوبوها بسباتول باش هكا كتقاد لينا الوجه ديال الجنوه ديال الحلوه ديالنا. من بعد غادي ندخلها للفريكو اولا المجمد ونخليها حتى كتشد راسها وتتبرد مزيان. هنايا غادي ندوزو نوجدو الكلاصاج ديال الشوكولات. خديت هنايا كاس لاروب ديال السكر مع مرش وكاس لاروب ديال الماء، ضفت عليهم نص كاس ديال الزيت نباتيه، واحد معلقه عامره ديال الكاكاو يكون نوعيه جيده. صافي وكنخلط مزيان حتى كيذوب ليا داك الكاكاو مع السكر والزيت والماء. صافي وكنشعل عليهم البوطه تكون متوسطه، يعني ما مجهداش بزاف وما ناقصاش بزاف، وكنخلي هذاك الخليط كيغلى وكيعقد. هو كل ما كيغلى كل ما كيعقد. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا راه كتطلعوا الغليه بحال بغى يفيض بحال الحليب، ولكن غادي نبقاو مره نحركوه باش ما كيلصقش لنا في القاع ديال الكاسرونه، وفي نفس الوقت ما كيتحرقش، حيت الا تحرق كيولي فيه واحد المذاق مر وخايب. وكنبقاو هكا بشويه بشويه وحنا كنحركو حتى كيعقد لينا داك الخليط كيجي بهذا الشكل هذا. صافي غنحيدو من فوق البوطه. غنضيف عليه هنايا واحد تقريبا 80 غرام حتى ل 100 غرام ديال الشوكولا نوار، تكون شوكولاته نوعيه حتى هي جيده. صافي وغادي نخليه جانبا باش نديرو به المونتاج ديال الكيك. هنايا الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من المجمد كيف ما كتشوفوا راه شاده في راسها وجامده، كندوز هكا واحد الموس غير من الجناب باش هكا كنحيد داك المول، وكنبدا كنمونطي هنايا في الكيك ديالي بالكريمه من الجناب. من بعد كناخذ داك الكلاصاج اللي وجدنا صافي وكنصوب به هكا من الفوق، كنقاد به من الفوق، يعني كنغطيو به ديك الكريمه كامله بهذا الشكل هذا. وكنحاولوا نسرعوا هذه العمليه حيت دغيا تيجمد وتيشد في راسو. هنايا من بعد ما ساليتها صافي غنخليها تبرد مزيان، وغادي ندوز ناخذ هنايا شوكولاط كحل، سواء كان عندكم نوعيه جيده راه مزيان، ما كانش ديروا غير العادي، ذوبوه وهكا كبوه في واحد البلاستيكه وخليوه في الثلاجه، ودردروا عليه شويه ديال اللوز اولا الكركاع وخليوه في الثلاجه حتى كيشد راسو بهذا الشكل هذا. وكنقطعوا طريفات متوسطين، المهم غير باش نزينوا به الكيك ديالنا. هنايا من الجناب يا اما ديروا اللوز مهرمش، يا اما ديروا الفويتين، يا اما ديروا هنايا خديت انا باستا وحكيتها صافي. ومن بعد دوزتها على من الجناب ديال الكيكه باش تغطى ليا ديك الكريمه، وفي نفس الوقت تجي زوينه حتى في الديكور. خديت هنايا داك الشوكولاط اللي وجدنا اللي درت فوق منه شويه ديال اللوز وقطعته هكا طريفات صغار وتبتته هكا من الفوق ديال الكيك. بغيتو ديروه بيض يمكن لكم ديروه بيض، المهم نتوما كتديروا اللي كتفضلوا، كتجي بنينه ورائعه. بصحه وراحه، السلام عليكم.